عجيبين أهل العراق أنتم، لا تملون، لا تضوجون، لا تضجرون، تحيون مجالس الحسين ليل نهار صباحا مساء، في كل يوم 40 50 60 يوم. نص العالم احنا تسكر عنا أيام الحزن يوم العاشر، احنا عنا بلبنان يوم العاشر خلص العزاء. إسا ابتدأت الثقافة أنه بعض المجالس تستمر إن شاء الله، وهذه بادرة جيدة، ولكن هذا البلد عجيب غريب في قضية الحسين. بس هذه زيارة الأربعين والمواكب والمضائف على الطرقات والكرم الذي يقدمه أهل العراق عجيبين غريبين. هؤلاء هذا أنت تسويها بأريحية، لكن لما ينظر إليك الآخرون لا يقرؤونها بأريحية، يقرؤونها بحقد وغل، ويبدأون الضرب علينا حتى يسقطوا هذه الهالة الكبيرة. لذا الضرب على العراق، ولكن إذا قرأت بالتاريخ تجد أن كل أصحاب الحسين عراقيين، كل الذين استشهدوا مع الحسين عراقيين. فقط 17 شاب من بني هاشم هؤلاء الحجازيون فقط، العباس وعلي الأكبر والقاسم وعبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وجعفر وعثمان وعبد الله، هؤلاء الحجازيون. وإلا منو حبيب ابن مظاهر، ومنو أنس الكاهلي، ومنو عابس الشاكري، ومنو شوذب، ومنو برير ابن خضير الكوفي قارئ القرآن معروف بالمسجد. من هؤلاء كلهم عراقيون الذين نقع تحت وطأة اللعناء أمثال الحجاج ابن يوسف الثقفي. هو اللي صور هذه الصورة البشعة، هو اللي كان يقول أنه يا أهل العراق يا أهل الكفر والنفاق، هو اللي طلعها هاي. وإلا اقرأوا كلام الإمام زين العابدين بحق أهل العراق، كان يقول الإمام زين العابدين يا أهل العراق أنتم الشعار دون النثار. الله أكبر. تعرف ما معنى هذا الكلام؟ أنتم الشعار دون الدثار. الدثار الثوب الخارجي، الشعار الثوب الذي يلاصق شعر البدن. يقول يا أهل الكوفة يا أهل العراق كل العراق أنتم معنا وإلينا مثل ثوبنا الذي على أبداننا. الله أكبر. هذا مدح ما لا مثيل له أبدا. لكن لما زينب خاطبت أهل الكوفة وقالت لهم يا أهل الغدر والختل، تتكلم عن هؤلاء الشوام والحجازيين وأمثالهم الذين سكنوا الكوفة وانقلبوا على ابن بنت رسول الله، كما انقلبوا على علي بن أبي طالب يوم بايعه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له أو نصبه رسول الله وقال يا علي من كنت مولاه فعلي مولاه. انقلبوا على الإمام علي وانقلبوا على الإمام الحسن، وقتلوا الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكسروا عليها بابها وأحرقوا دارها وأسقطوا جنينها. هكذا حتى الإمام زين العابدين يقول والله يومها لا تجد لنا 20 محبا في الحجاز في المدينة، 20 واحد بالمدينة معانا ما موجود، لولا هؤلاء الثلة الذين ناصروا الحسين في كربلاء من العراق، من الكوفة ومن أحياء قريبة إلى كربلاء، من بني أسد مجموعة الحر بن يزيد الرياحي. هؤلاء الذين ناصروا الحسين. وبالأمس ذكرنا لكم من البصرة مشى جيش قوامه 12,000 واحد لينصروا الحسين، لكن ما حالفهم الحظ ووصل الخبر في الطريق أن الحسين قد قتل فرجعوا، وإلا شدوا الهمة ومشوا. بالأمس واحد سألني من الأحبة قال يعني العراقيون هم الذين شكلوا الجيش بالكوفة وقتل الحسين؟ والله هناك أبحاث موجودة، وأتمنى على الشباب افتحوا الموبايلات وابحثوا سوي لك بحث. الجيش الكوفي من وين تشكل؟ الجيش الكوفي جله شاميون وأكثره قيادته حجازيون، بل بعض الكتاب أنا شايف كتابتهم يقولون ما فيه إلا نذر قليل من الذين يعتبرون عراقيين، وإلا عراقي ما موجود، شاميين وحجازيين. القادة عمر بن سعد من هو؟ وشمر بن ذي الجوشن من هو؟ وفلان وفلان وفلان، من هم هؤلاء؟ اقرأوا تواريخهم، اقرأوا آباءهم، اقرأوا من أين وفدوا إلى الكوفة. إذن والعجيب أن الإعلام الأموي يحاول أن يشوه دائما، وخصوصا الضرب على العراق. ليش؟ لأن العراق هو الذي أثبت أنه يستطيع أن يحمل راية الحسين، والعراق استطاع أن يري العالم كله أنهم يستطيعون أن يقودوا قضية الحسين بكل أريحية. عجيبين أهل العراق أنتم.